يا أكيلة البسبوسة بالقشطة مع شوكة الملايين، تعالوا نعملها وشوفوا الطريقة. وعلى البارد بننزل لتر حليب، بنلحقه ب5 معالق نشا، كوب سكر، نخلطهم كتير منيح. بنشغل النار على حرارة متوسطة وبنحرك الحليب. الحليب شد عندي، بنزل كوب قشطة، بنحط القشطة على جنب لتبرد. جاط 3 اكواب سميد، كوب سكر، كوب جوز هند، معلقة فانيلا، معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج صودا. بخلطهم كتير منيح. بنزل عليهم كوب زيت نباتي وبخلط. بنزل بيضتين، 3 اكواب لبن رايب وبخلط. وهذا القوام المطلوب. وبقالب تشيز كيك حاطط فيه ورق زبدة، راح انزل نص الكمية. بنضيف طبقة القشطة، بنضيف باقي الخليط، وهيك بتكون جاهزة نحطها بالفرن. وبنحطها بفرن محمى على درجة حرارة 180 من 45 دقيقة لساعة. هي سخنة بننزل القطر البارد عليها، وبنترك البسبوسة بالقالب لتبرد تماما. نفك القالب، نزينها بالفستق الحلبي. الله. وهيك كيكة البسبوسة بتكون جاهزة. بس شو كيكة على الشوارب، جربوها، صحتين وعافية.